ايه افضل عدسه ممكن نزرعها بعد عمليه الميه البيضاء؟ الحقيقه السؤال ده بنتساله من عيانين كتير اما نشخصهم ان هم عندهم ميه بيضاء. السلام عليكم، معاكم دكتور طه فاروق، مدرس مساعد واخصائي طب وجراحات العيون والليزك، وهنتكلم النهارده عن افضل انواع العدسات بعد عمليه الميه البيضاء. خلينا الاول نقول ان مفيش حاجه اسمها الافضل ولا الاحسن في عدسات الميه البيضاء، لكن في الانسب لكل عيان. احنا في اخر 5 ل 10 سنين حصل تطور هائل في انواع عدسات الميه البيضاء، ويكاد تقريبا كل سنه بيطلع عدسات جديده، ما بين عدسات مونوفوكال اللي بتخلي العيان يشوف كويس البعيد وبيحتاج نظاره يستخدمها اثناء القراءه، وعدسات مالتي فوكال بتخلي العيان يستغنى عن نظاره القراءه ونظاره المشي وما يحتاجش اي نظارات نهائيا بعد عمليه الميه البيضاء، ما بين العدسات الاسفيريك والعدسات التوريك وحاجات تانية كتير. خلينا نقول ان مش كل انواع العدسات بتنفع لكل المرضى، ولكن كل عيان له عدسه بتكون انسب ليه. ده بتحدد بعد الفحص الاكلينيكي في العياده، وبتحدد على حسب متطلبات الرؤيه للعيان بعد العمليه، وعلى حسب التاريخ المرضي، وعلى حسب فحوصات العيان، وعلى حسب عوامل تانية كتير. وبالتالي القرار ده بيكون فيه معظمه للجراح اللي هيشتغل العمليه. بعد كده لو ينفع للعيان اكتر من نوع عدسه بيعرض عليه المتاح والعيان يختار المناسب ليه. فمثلا عندنا العدسه المالتي فوكال، عدسه ممتازه جدا وحديثه جدا، وبتخلي العيان يشوف البعيد والقريب والمسافات المتوسطه، ولكن ما بتنفعش لكل الناس. على سبيل المثال لو عيان عنده ارتشاحات في الشبكيه او مشاكل في مركز الابصار، العدسه دي ما بتبقاش كويسه جدا معاه. لو عيان تاني عنده عتمات في قرنيه العين او عدم انتظام في سطح القرنيه، العدسه دي لو زرعنا له العدسه المالتي فوكال اللي هي احدث حاجه بتعمله تشوهات كبيره جدا في الرؤيه الليليه، وبالتالي احيانا بنضطر ان احنا ندخل تاني نشيل العدسه المالتي فوكال ونحط له عدسه مونوفوكال. عندنا مثلا بعض العيانين بيبقى عندهم مع الميه البيضاء استجماتيزم عالي على مستوى القرنيه، العيان ده بيحتاج عدسه معينه اسمها العدسه التوريك، دي بتصحح الرؤيه وتصحح الميه البيضاء وكمان بتصحح لنا الاستجماتيزم. قبل ما بنعملها بيبقى ليها فحوصات معينه بحيث تطلع النتائج معانا كويسه، وبالتالي مفيش حاجه اسمها احسن عدسه، ولكن في انسب عدسه لحاله عين العيان، والاختيار نوع العدسه بيتم على اسس علميه وبناء على فحص العيان بحيث نحصل على افضل كفاءه وجوده للرؤيه بعد العمليه ان شاء الله.